منذ فترة أكثر من عامين والنيف بدأت الحرب الخاصة تظهر نتائجها في مناطق شمال وشرق سوريا على أثر تحرير المنطقة من التطرف والإرهاب بكافة أشكاله من قبل قوات سوريا الديمقراطية من كافة مكونات شعوب المنطقة. الهدف كان يسعى لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية في تطبيقه في هذه المنطقة، كونه البيت الواحد للم وجمع شمل كافة المكونات من كافة المذاهب والأديان. هذا النسيج الذي أثبت جدارته في كافة المؤسسات والإدارات بإدارة ذاته كان مطمع لكافة الدول للمساهمة في إفشال هذا المشروع، وعلى رأسهم الدولة التركية التي حاولت على مدار أعوام لخلق جو من الفتنة وإشعال فتيل الحرب. بدأت بعفرين وانتهت بتل أبيض، وهي الآن لديها مطامع قطع المياه على مدينة الحسكة. هذا قمة في التطرف والإرهاب. استهداف بعض الشخصيات من شيوخ ووجهاء ورموز من أبناء شمال وشرق سوريا هو بحد ذاته استهداف لمشروع الأمة الديمقراطية. وخير شاهد على كلامي استهداف الشهيد عمر علوش والرفيق هفرين خلف بأبشع وسائل الحرب الخاصة، وبعض وجهاء ومشايخ منطقة شمال وشرق سوريا لخلق فتنة ما بين الإدارة والقبيلة أو العشيرة إن صح التعبير. إذن هذه المفاصل والنقاط الهامة يجب أن يعيها جميع شعوبنا في هذه المنطقة على وجه الخصوص، وفي سوريا قاطبة على وجه العموم. نحن منذ انطلاق الإدارة الذاتية كنا نسعى لأن تكون سوريا واحدة موحدة أرضا وشعبا. عملنا على استقطاب كافة الجهات والتيارات السياسية المعارضة للم شمل السوريين وتفعيل الحوار السوري، ولكن من خلال هذه العمليات واستهداف الشخصيات وتفعيل الخلايا النائمة في المنطقة هي ما أدت إلى توقف العملية السياسية وانتقال الحوار السياسي. هنالك محطات إعلامية وجهات إعلامية حكومية للحكومة السورية تسعى إلى بث وترويج وتشويه للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، ودائما توجه إصبع الاتهام نحو قوات سوريا الديمقراطية هي من كانت مسببة في اغتيالات أو اتهامات بهذا الشكل. لكن الواقع هو أكبر شاهد وأكبر برهان. من خلق جو الأمان والأمن في هذه المنطقة هي قوات سوريا الديمقراطية، عندما قضت على التطرف وجففت آباره في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، والكل يعلم ذلك. الآن بعد استقرار المنطقة خلق فتنة وإشعال نار الفتنة في دير الزور، وأنتم تعلمون في ما حدث مؤخرا في دير الزور هي فتنة لضرب هذا المشروع، ولكن من خلال وعي وتفهم شعبنا ستؤد هذه الفتنة ولن تتحقق مطامحهم وطموحاتهم في إفشال هذه المشروع. من يدير زمام الأمور في الإدارات والمؤسسات في شمال وشرق سوريا هم أبناء المنطقة من كافة المكونات، سواء العشائرية ومن أبناء المدن، وقد نجحوا وأثبتوا جدارتهم في هذا السياق. الإدارة الذاتية الآن هي سباقة من خلال الأمور الخدمية التي تساند كافة شرائح المجتمع من خدمات واجتماعية وصحية وما إلى ذلك.